هذه رسالة موجهة لأغلى من في الأرض، لأختنا الفاضلة، لأمنا الفاضلة، لكل من تسمع هذا الكلام. أخواتي الفاضلات، ما هو برنامجك في رمضان؟ منا من استعد لبرنامج العيد قبل ب30 يوم، واستعدينا لمناسبة زفاف استعدينا قبلها بشهرين، وحسبنا المواعيد ورتبنا الأمور وقسمنا المهام. من منا وضعت لها جدول في رمضان أن يكون هذا رمضان خير رمضان مر عليها مذ خلقت في هذه الأرض؟ من هي التي فكرت الآن كيف تستغل، كيف يخرج رمضان وقد رأى الله جل وعلا منها خيرا؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام يحب أمته، فقال فأروا الله منكم خيرا. يقول ليرى الله جل وعلا منك أنك أحسن وحدة في رمضان. ليش ما يكون؟ ليش ما ترفع أسماء النساء كلها في رمضان ثم يكون اسمك أنت أخيتي اللي تسمعين الآن يكون اسمك أول وحدة في المقدمة؟ لماذا؟ إيش المانع؟ يعني عندنا طاقات نرتب الزواج وعندنا طاقات نرتب كل شيء. هذا الشهر أعظم من كل زواج وأعظم من كل أمر. فيه ليلة في هذه العشر تسوى 83 أو أكثر من السنين. يعني تخيل عابد يعبد 83 سنة ثم يأتيك أجره في 10 استغليتها صح. أختي برنامجك بعد من صلاة الفجر ماذا تفعلين بعدها؟ رتب الأمور. صلي الفجر ركعتين قبل الفجر، يقول عليه الصلاة والسلام دخل في رصيدك ميزانية أكثر من ميزانية الدول كلها. يقول ركعتين دون صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هل تظنون أن هذا الخبر صحيح 99%؟ لا والله، هذا الخبر صحيح 1,000,000%، لأن الذي تكلم فيه من لا ينطق عن الهوى. قال يدخل في رصيدك بالركعتين اللي قبل صلاة الفجر، ويدخل في رصيدك والله لو يدخل 100,000 كان والله ما أحد فوتها، لا هو ولا أولاده. هذه يدخل في رصيدك أكثر. فهل نؤمن بالغيب؟ إن كان نؤمن بالغيب فوالله يدخل في الرصيد أكثر من الدنيا ما فيها. إذا صلاة الفجر بعدها ماذا يكون فيها؟ صلينا الفجر وركعتين قبلها، كم دخل في الرصيد؟ هذه بداية اليوم الآن. بعد صلاة الفجر ذكرنا أذكار الصلاة، ثم ذكرنا أذكار الصباح، ثم جلسنا واجلسي في مصلاك. جربي هالجلسة بتلقين أقسم بالله راحة في ذا القلب لم تعيشيها في حياتك. تخيلي الآن وأنت جالسة في الساعة هذه إلى وقت الإشراق. هذه الساعة الله جل وعلا كريم لا يحاسبك فيها ساعة بساعة، لا. قال قل لهم يا محمد أن من جلس أو جلست في مصلاها من بعد صلاة الفجر ساعة أحسب لها كأنه واحد ذهب من مكانه وقطع الطرق وسافر وحجز وترك أهله ثم ركب ذاك الباص ووقف في الميقات وأحرم وراح الكعبة وطاف وصلى ثم رجع وراح المنى ومزدلفة ووقف في عرفة وبات مزدلفة ورمى الجمار ثم رجع. بس مرة؟ لا. قال من صلى الفجر ثم جلس بعدها يذكر الله إلى وقت الإشراق ثم صلى ركعتين، يعني الدعوة كلها ساعة لكن عقولنا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأن أكثر الناس ما استغل هالفرصة دي. أعطاها الله جل وعلا ما هو 100 ولا 1,000,000 ضعف، أضعاف لا يعلمها إلا الله. قال اقعدك بيتك 10 ساعة بس وأكتب لك كأنك رحتي حجيتي ورجعتي. قال كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. النبي عليه الصلاة ما يحتاج يقول تامة تامة تامة، لكن قال بعدها الآن في الساعة دي أستطيع أن أقرأ لي جزء كامل من القرآن أقرأ فيه كلام عجيب. بعدها أخيتي الغالية تعالي، إن كان عندك دوام، إن كان عندك استعداد لأي عمل آخر افعليه وأنت تحتسبين الأجر. ثم لا تفوتك ركعتي الضحى. يقول عليه الصلاة والسلام وقد تكون هي التي ركعتها بعد الإسراء، ركعتي كأنك دفعت أجار 360 مفصل. شوفي يبدأ اليوم كيف وأنا أستشعر أني دخلت في رصيدي كل هالأعمال. ثم إن كان عندك تحضير للطعام أخيتي تستطيعين تستفيدين وأنت تحضرين الطعام. أولا أن تحتسبين الأجر، أن تحتسبين أجر في بيتك 7، كل واحد منهم تخيلي يبعد عن وجهك النار 70 سنة. بكل واحد لو احتسبتي من فطر صائما كان له مثل أجره.
هل احتسبتي وأنت تستغفرين تسبحين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، كم رصيد ثقيل دخل لك في اليوم إلى الآن؟ ثم بعدها تشغلين لك قرآن محاضرة وأنت مشغولة، فيكتب لك الأجر من لسانك ومن سماعك، فالنعم كلها مشغولة في سبيل الله والأرصدة تدخل. ثم بعدها أختي الفاضلة فاسأل الله ما شئتي. أكثر الناس يظن أن للصائم دعوة لا ترد أنها عند الإفطار، والعلماء قالوا أن هذا الظن لا يصح، ولكن من أول ما تمسك من الفجر إلى أن تفطري المغرب والدعوة لك مستجابة. فلا تحرموا أنفسكم أخواتي الفاضلات، ثم قوموا في الليل. ولا نريد أن تصلح الوحدة بنفسها، هذا أمر طيب، لكن نحن نريد منك لأنك تستطيعين أن تصلحين من وراءك من في بيتك، كل الناس توزعين أشرطة، يكون لك نشاط مميزة عند الله. اللهم يا رب اجعلني وإياهم وإياهن من أصحاب الجنة.